السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حاجه جميله قوي، هتبقى حلوه قوي في سندوتشات، اللي هي فص الرومي المدخن. هنعملها بطريقه بسيطه خالص وخفيفه، وهتعجبكم جدا. اللي بيحب السندوتشات بالخس والمايونيز وكده هتعجبه الطريقه دي قوي ويعملها، لان هي سعرها بقى خزعبلي صراحه. فاحنا هنعملها في البيت بطريقه حلوه وطعمها حلو قوي. احنا عندنا فص الرومي اللي انا جايباه ده هو 200 جرام. الراجل بتطلبي من الراجل في الفرارجي او في السوبر ماركت، يربطه كده عشان يمسك نفسه في السلق وفي في النقع وفي التقطيع بعد كده. وبجيب مية مغلية، احط فيها روزماري وكزبرة ناشفة وورق لوري وتوم وبصل وحبة ملح صغيرين، واسيبها تغلي غلوة واحدة بس واطفي عليها. اول ما تبرد خالص هنقع فيها الفص الرومي واسيبه لتاني يوم، يعني يستحسن لتاني يوم. هيشرب المية كده من غير لا حقن ولا حاجة، علشان الحقن ده انا بحس ان هو بيفتت الأنسجة بتاعة الرومي من جوه، فما باجي تتقطع متتقطعش الترانشات اللي احنا عاوزينها. تاني يوم بقى بصفيه واطلعه كده، اسيبه في مصفى واسيبه هينزل ميته كلها، وبعد كده امسحه بكلينكس المطبخ واجيب بقى التوابل، احضر التوابل بتاعته. احنا بقى انا بحبها بالزعتر او اسرتنا بتحبها بالزعتر. في ناس بتعمله بالبابريكا، الطريقتين حلوين جدا، بس احنا هنغير بس يا زعتر يا بابريكا. هنجيب توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل. والزعتر ده يعني اللي احنا عارفينه كلنا، يا اخضر يا احمر اللي يحبه برضه. وبعد كده بتبله كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. ما عنديش بقى ورق زبدة، فخدت الورقة بتاعة الاير فراير اللي احنا بنحطها، حطيت فيها عشان اي حاجة طبعا لازم تبقى عازل ما بين الاكل وما بين الفويل. فعملتها بالطريقة دي، وحطيت بقى نقطتين زيت زيتون كده على الوش. هتحمره كويس يعني. انا جربته مرة قبل كده بالتوابل بس ما طلعتش قوي يعني، انما لما حطيتها بالزيت زيتون طلعت حلوة قوي. وهنحطها في الاير فراير 20 دقيقة، يا اما في الفرن ساعة الا ربع، وهنسيبها على شبكة كده في الفرن. بس بعد كده بنسيبها تبرد براحتها، اقل حاجة تبرد بره شوية، وبعد كده ندخلها التلاجة ساعتين على الاقل. وبعد كده نمسكها بقى زي ما احنا شايفين كده، نحاول نقطعها ارفع حاجة عندنا، تبقى لونها ابيض وجميل كده من جوه. وزي ما احنا شايفين التتبيلة الزعتر بالزيت زيتون بكل التوابل حواليها اهي وباينة، بتدي طعم حلو قوي. وانا صراحة جربت قبل كده موضوع ان انا اعمل اللانشون وكنت هنزل لكم الفيديو، بس قلت اجرب طعمه الاول، اللي هو معمول بالبيض والدقيق والجبنة النستو والحاجات دي كلها. يا جماعة طلع طعمه مش حلو خالص وباظ على طول يعني. هتاكليه عايز تعمليه تاكليه في يومها، او هتعمليه مثلا عدد كده موجود عندك للناس وبتاع، بس طبعا يعني الواحد يفضل انه يقدم للناس احسن حاجة. فيا ريت الحاجات الطبيعية مفيش أحسن منها، يا فص رومي يا فص فراخ عادي، صدر فرخة عادي، هيبقى طعمه حلو جدا. وحطي في الساندوتش مايونيز وخس وكليه بالألف هنا وشفا. في ناس بتحبه بالبراون توست، بيبقى طعمه تحفة برضو، وبألف هنا.